حكيت موقف ونزلته على الفيسبوك. الموقف حصل معايا وانا باخد عميل من على ديدي من اكتوبر هوديه للمطار. فالمهم الموقف باختصار بس عشان اقول لكم بقى تعليقات الناس على الموقف ده وعلى اي موقف تاني، سواء بقى في النقل الذكي او في اي موقف شخصي او اي الكلام ده. في بعض العقليات بتفكر بطريقه انا مش قادر استوعبها لحد دلوقتي. ده تعليق واحد من الناس اهو. الموقف بقى باختصار وانتوا بتقروا التعليق كده. اخدت عميل من اكتوبر على ديدي وكان رايح المطار. الكلام ده كان من حوالي شهرين تقريبا او 3 شهور. فالمهم العميل فضلت مستنيه اكتر من 5 دقايق. بعد ما جه طبعا ما اعتذرش عن التاخير او اي حاجه، وجه كان معاه شنط، حط الشنط قدام العربيه وسابني ومشي. ما قالش اي حاجه، ولا قال انا رايح فين، ولا قال انا هجيب حاجه تانية وهجيب بقيه الشنط واجي ولا لا. وبعدين العماره مش انا مش واقف جنب العماره، لا ده في جنينه وممر بيخش فيه، يعني مش كتير. رجع تاني. المهم وقف قدام العربيه كده بيبص للشنط ويبص لي، بيقول لي هو انت ما شلتش الشنط ليه؟ انا طبعا قاعد في العربيه يعني. بقول له حضرتك شنط ايه اللي انا شايلها؟ يعني ما بشيلش شنط، مش شغلتي والله. فراح فتح الشنطه، فتحت له الشنطه، حط الشنط بتاعته وركب. انا ما عنديش مشكله ان انا اساعد اي حد وبساعد الناس، يعني واحده ست كبيره، واحده مش قادره، راجل كبير في السن مش قادر، انما واحد عنده ايد ورجل زي ما انا عندي ايد ورجل كده، وبعدين كمان بيتكلم باسلوب مش حلو او عاملها ان هي فرض عليا. فطبعا عمري ما هشيل الشنط ولا عمري هساعد. بنعملها من باب الذوقيا، حتى لو انا مش شغال في المجال وشفت واحد مثلا حتى في سني بيشيل حاجات كتير وبتاع وطلب مساعده هساعده. الاقي بقى تعليقات كتير، هي مش كتير قوي يعني، هي نسبه قليله بس هي نسبه كبيره برضه. لو بتتنك على الشغل ما تشتغلش، ده في امريكا بيشيلوا الشنط. انا خدام اكل عيشي. لا يا حبيبي، انا مش خدام اكل عيشي، انا رزقي ربنا كاتبه لي في السماء. مجرد ان انا بعمل سعي بسعى على رزقي هيجي لي بكرامتي وهيجي لي بدون ما حد يهني ولا الكلام ده. كده كده رزقي اللي ربنا كاتبه لي هيجي لي. خلصنا بقى من الموضوع ده، نخش على موضوع تاني، موضوع البنزين. دخلت محطة بنزين احط بنزين. انا الطبيعي مثلا لما بحط بنزين بسيب 5 جنيه، وهو مش فرض عليا، ساعات ممكن ما اسيبش يعني. فجيت بحط البنزين، فالمهم كانت المحطة زحمة، في دماغي ان انا في شوية فكة فهطلع الفكة اللي موجودة معايا واسيب له الفكة 5 جنيه. ما لقيتش غير 3 جنيه بديها لعامل المحطة. فقعد يعمل بالفلوس كده في ايده ويبص لي كده ويبص للفلوس ويقول لي ايه ده؟ فبقول له ايه 3 جنيه؟ انا فاكره بيهزر يعني. فبقول له 3 جنيه. المهم يعني حسيت بقى ايه، لقيته ان هو بيتكلم باسلوب مش حلو والفلوس مش عاجباه وبتاع. ايه 3 جنيه دي؟ قلت له خلاص هاتهم. قال لي اجيبهم؟ قلت له اه هات، مش عاجباك الفلوس هاتها. الاقي بقى تعليقات، ده بيشتغل من غير يوميه، حرام عليك، 3 جنيه ايه يا بخيل، 3 جنيه ايه مش عارف ايه، على الرغم ان انا حاكي الموقف. طيب هو مبدئيا انا مش اغنى من صاحب المحطه اولا. ثانيا ده اسمه بقشيش اكراميه، جنيه زي 2 زي 3. حتى لو افترضنا ان انا اغنى من صاحب المحطه وهو ما بياخدش مرتب، فلو المحطه دخلها 300 عربيه في اليوم وكل عربيه سابت جنيه، مع ان هم اصلا بياخدوا اكتر من كده يعني، مش كل الناس يعني، انا بقول جنيه هياخد مرتب اعلى من اللي انت بتقبضه. ربنا يرزقه ويرزق الجميع، انا ماليش دعوه بالكلام ده. انا بتكلم في ان انا سبت بقشيش او سبت اكراميه ايا كانت هي ايه، ما ينفعش ان انت تبص فيها وتستقلها. ده رزق جاي لك، انت اتنكت عليه واتعاملت باسلوب وحش. الاقي بقى ناس داخله تدافع عن قله الادب. طب ما هو بنفس منطقك ده يا حبيبي، لما تروح تشتري حاجه من بقال او تروح تشتري حاجه من سوبر ماركت ويبقى ليك 3 4 جنيه فكه، يبقى خد بالباقي البان، ما تتكلمش. او لو قال لك معيش فكه وما اداهملكش من غير ما انت وانت طلبتهم، هيقول لك ايه 3 جنيه اللي انت عايزه، انت عايز 3 جنيه باقي، يبقى بوس على دماغه وقول له كلمني باسلوب وحش عشان انا طلبت ال 3 جنيه او ال 4 جنيه حقي. بنفس المنطق برضو، لان في ايام بخش افول العربيه بسيب 5 جنيه بيستقلها برضو. ساعتها بقى المفروض ان انا ده بقى حق مكتسب، بقى تسعيره كده موجوده على البنزين. فعقليات الناس هي برضو، بعض عقليات الناس محتاجه بيحبوا اللي يشتغلهم ويضحك عليهم. موقف ثالث، عملت فيديوهات بعبر فيها عن رايي الشخصي واللي انا شايفه في محتوى في موضوع الكلاب، انتشار الكلاب في الشارع والكلام ده. وضحت ان انا كنت مربي كلاب، وضحت ان انا على الرغم ان هم بيطلعوا يبوظوا لي العربيه، على الرغم ان هم عضوا ناس عندي في الشارع، عضوا حد كبير رايح الشغل بدون سبب، وقلت ان سلوكياتهم اتغيرت وطالبنا بحل كتعقيم كمش عارف ايه الاتجاه اللي الدوله واخداه. بعض الناس كتير بقى دول ودول اصحاب سبوبه بيخشوا يتعمدوا ان هو يشتمك ويقل ادبه عليك عشان تبطل ان انت تتكلم في الموضوع ده نهائي. وتلاقيهم بقى بيخشوا يقول لك انت عايز تموت الكلاب كلها، على الرغم ان انت ما قلتش كده. هو متعمد كده عشان يبقى يخليك تبطل تتكلم عن الموضوع، ما تقولش رايك عشان السبوبه بتاعتهم تفضل دايره. حشر بقى في النص كده ناس بتتعمد ان هي ما تفهمش او فاهمين وتبعهم بس عاملين ان هم مش تبعهم،
يطلعوا يشتموا ويقول لك انت مش عايز ناكل الكلاب. ما انا قايل يا جماعه، انا ممكن لو لقيت كلب على الرغم ان انا متضرر جعان ولا بتاع بحط اكل بس قدام بيتي، ما بروحش على بيت جاري، ما بروحش على مدخل عماره اخد شويه اكل واقوم حاططهم في مدخل العماره واذي الناس اللي بتخاف من الكلاب. انا ما بخافش من الكلاب، بس بقول ان في ناس اتضررت من الكلاب، في ناس قرايبي اتعضوا من الكلاب، عربيتي كلها باظت وعربيه اخواتي باظت بسبب ان هم بيطلعوا على السقف. ناس بقى تخش اللي هي مدعين الرحمه بقى يدعي عليك بالفاظ وحشه ويستشهد بالقران الكريم بايه اللي هي في سوره الكهف ان الكلب كان موجود في الكهف، وبيفسر القران الكريم على مزاجه عشان يبين لك بقى تحليل ان انت ايه يعني تربي كلب. مع ان سبحان الله في نفس القران الكريم اللي ربنا نزله في آية ربنا ضارب مثل بالكلب إن تحمل عليه يلهث، فيما معنى الآية إلى آخرها. أنا مش عارف يعني مش حافظها بالظبط عشان ما لخبطش. وضرب مثل للناس اللي بتكفر بآيات ربنا إن هم زي الكلب لو شلته بيلهث ولو تركته بيلهث. طب تفتكروا بقى لو قلت لهم الآية دي هياخدوا بيها ولا هيتطاولوا؟ زي ما بنقول لهم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إن تربية الكلب اللي غير غلط الحراسة والصيد ورعي الغنم حرام. بيطلعوا يشتموا، ممكن يكذبوا الأحاديث، في ناس بتتطاول، ودول المفروض ان انا بقى اصدق ان اللي بيعمل كده واللي اسلوبه كده واللي بيخش يهدد واللي بيخش يشتم ده بني ادم رحيم. المفروض بقى ان انا اصدق كده ان ده بني ادم عنده رحمه بالحيوانات، يسب ويشتم ويهين الناس وعنده رحمه وعايز ياخد سيئات ويقعد يدعي عليك انك داخل النار. هو خد صك من ربنا استغفر الله العظيم ان انت داخل النار، دخل نيتك وعرف كلامك وان انت داخل النار، بيكذب وبيكذب على ربنا. طيب هو الالفاظ اللي بتشتم بيها او اللي بتشتمي بيها واغلبهم ستات دي مش هتدخلك النار؟ السب والقذف والتهديد وقله الادب، ان انتوا تتطاولوا على اي حد لمجرد ان بيقول انا بخاف من الكلاب، هتجبروا الناس كلها ان هي تحب الكلاب وتتعامل معاها زيكم؟ في ناس بتقول انا بخاف من الكلاب بس مش باذيها، لا بيعملوا لهم صور بالفوتوشوب ويخشوا يشتموا الناس ويهنوهم. فلاحظت ان اي موضوع بقى هتتكلم فيه على السوشيال ميديا في المجتمع بتاع السوشيال ميديا ده هتلاقي حتى لو بتتكلم في الدين هتلاقي فئه كده معترضه عليك، والاختلاف كده كده موجود يعني، بس في اختلاف بادب وفي اختلاف بسفاله وقله ادب. فهتلاقي في ناس بتختلف دايما معاك بسفاله وبقله ادب. لو الموضوع زاد معاك بقى، انا داخل هنا في الفيديو ده عشان اقول لك تعمل ايه. لو الموضوع زاد معاك بالسفاله وقله ادب وحد بقى فضل وراك كده زي ما انا في مجموعه كده ورايا عماله تهدد وتشتم وقله ادب، تبدا بقى ان انت تتحرك لمباحث الانترنت بسكرينات للتهديدات والشتايم والسب وتاخد حقك قانوني، عشان زي ما في قانون بيحاسب مثلا هتكلم في موضوع الكلاب، بيحاسب اي حد بيفكر ان هو يقتل او يضرب او يسم كلب، وانا مع الراي ده ومع القانون ده، لان اللي يعمل كده في حيوان بدون سبب ده بني ادم مختل عقليا وهيعمل كده في بني ادم. برضو اللي يتطاول ويشتم ويسب ويهين حد ويهدده على صفحته لمجرد انه بيقول رايه ده برضو بني ادم مختل عقليا مدعي الرحمه، هيتحاسب برضو بنفس القانون، لان القانون عندنا ما فيهوش ازدواجيه معايير. المفروض ان القانون هيطبق على الكل. زي ما انتوا بتقدموا بلاغات في دول برضو نفس القصه، اي حد يا جماعه تم التطاول عليه ما تسيبش حقك، القانون موجود، مباحث الانترنت موجوده، الاكونتات حتى الوهميه بالاي بي ادريس بتيجي لو حد تطاول عليك وهددك او الكلام ده. لا، ويا ريت بعيدا بقى عن الكلام ده كله، يعني يا ريت الناس ترجع وتخاف من ربنا، وكل واحد بيقول كلمه يعرف ان ربنا بيقول ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. يعني كل كلمه انت بتقولها هتتحاسب عليك. الشتيمه اللي انت بتشتمها كده كده هي بتترد لك، بتدل على بيئتك ده اولا، فانت لو مش خايف من عقاب ربنا فخاف بقى من عقاب الدنيا، عشان لما بتيجي قضيه وتيجي بقى الموضوع بياخد جلسه وبياخد حكم والكلام ده اللي بيبقى عامل فيها السبع رجاله بيجيب ورا وبيبدا بقى الموضوع يختلف. يلا سلام.